تخيل معايا إن فكرة في دماغك ممكن تسبب لك مرض، وبرضه تخيل معايا إن فكرة تانية ممكن تعالجك من المرض ده من غير ولا دواء ولا عملية. طبعا أنت ممكن تسمع المقدمة دي وتقول إيه يا عم أحمد الكلام الخيالي اللي أنت بتحكي فيه ده؟ والله ده مش خيال، دي حقيقة وعلم وتجارب بيأكدها واحد من أشهر الباحثين في العالم، هو دكتور جو ديسبنزا. دكتور جو هو مش مؤلف أو متحدث تحفيزي، دكتور جو هو عالم باحث في علم الأحياء العصبي، وبقاله سنين كتير بيدرس العلاقة ما بين العقل والجسم، وبيثبت بالعلم والأبحاث بتاعته وبآلاف الحالات اللي اتغيرت في مؤتمراته إن الإنسان عنده قدرة يقدر يعيد برمجة دماغه ويغير مصيره مهما كان ماضيه صعب أو مليان بالصدمات. السلام عليكم، ازيكم يا أبطال؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين، وفيديو جديد من الفيديوهات الجميلة اللي هتساعدنا إن شاء الله إن احنا نطور من نفسنا ونكون نسخة أفضل من اللي احنا عليها دلوقتي أو اللي كنا عليها امبارح. فيديو النهاردة متكون من 9 أجزاء، هنمشي فيهم جزء جزء كده في السريع، ونتكلم عن الأفكار اللي ممكن تمرضنا والأفكار اللي ممكن تشفينا، وإزاي نعيد برمجة دماغنا عشان دايما نكون في أفضل حال. خليكم معايا ويلا نبتدي على طول. الجزء الأول، أفكارك ممكن تمرضك وبرضو أفكارك ممكن تشفيك. خليني أبتدي معاك بالمعلومة الصادمة دي: 75% ل 90% من اللي بيروحوا عيادة أو مستشفى السبب هو مش مرض جسدي مباشر،